محمود بقاله سنتين شغال في المبيعات، ما بيحققش نفس ارقام زميله حسام رغم ان هم بيبيعوا نفس المنتج. حسام كان بيطور من مهاراته وده كان سبب كبير جدا في اللي وصل له، لكن محمود كان شغال بنفس المدرسه القديمه. المهارات اللي لازم اي حد بيشتغل في المبيعات لازم يطورها عشان يحسن من ادائه. واحد، مهاره التواصل الفعال، لو مش عارف تتكلم وتقنع فرصتك في البيع بتقل جدا. اتنين، مهاره انك تسمع، الانصات، المندوب الناجح هو اللي بيسمع العميل اكتر ما بيتكلم. تلاتة، التفاوض، ازاي تقنع العميل بسعرك من غير ما تخفضه كتير، دي مهاره محتاج ان انت تتعلمها. أربعة، انك تقرا لغه الجسد بتاعت العميل، يعني احيانا العميل بيكون متردد بس مش بيقول، ولو فهمت لغه الجسد هتعرف تتصرف صح في الوقت ده. رقم خمسة، مهارات كتابه المحتوى التسويقي، يعني لو بتشتغل في المبيعات لازم تتعلم ازاي تكتب بوستات او تكتب اعلانات عشان تساعد في التسويق حتى لو كانت حاله بتنزل على الواتساب. من الاخر المبيعات والتسويق مش حفظ سكريبت، طور مهاراتك باستمرار عشان تفضل ناجح.